انا مش عايز اتعامل مع بيبي، انا مش قادره اسمع صوته بيعيط، انا مش عايزه جوزي حتى يقعد معايا. ايه الفرق ما بين بوست بارتم ديبريشن والبوست بارتم بلوز اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده؟ هي فرق وقت. البوست بارتم بلوز تحصل لاغلبنا وهي بيبقى مدتها اسبوعين، ممكن اسبوعين ونص 3 ماكسيمم. مقريفه، متضايقه، مش حابه، مش عايزه قوي اتعامل، قلقانه من البيبي، قلقانه من الناس، موجوعه and so on. البوست بارتم ديبريشن بقى لو عدينا الاسبوعين دول وفضلنا في الحته دي مش تحسن خالص. انا بزداد سوءا، انا مش عايزه اتعامل مع حد، انا مش عايزه اتعامل مع بيبي، انا مش قادره اسمع صوته بيعيط، انا مش عايزه جوزي حتى يقعد معايا، انا مش عايزه اشوف اهلي، انا عايزه اقعد لوحدي، انا بعيط كتير قوي، انا متعصبه اجيتيتد، مش قادره على ولا حاجه بتحصل في الدنيا. هنا انا دخلت في ديبريشن. بسيطه على فكره جدا، again very common، لخبطه هرمونات. روحي لاخصائي، حتى لو كتب لك دواء، يكتب لك حاجه very safe for the baby لو انت اخترتي ترضعي، very safe for you as well، لا هيخليكي زومبي زي ما احنا بنبقى خايفين، ولا هيخليكي مش دريانه، ولا هيخليكي مش حاسه. حلها سهل جدا جدا، ما تسيبيش نفسك تعبانه واطلبي مساعده.